الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى التعليق وشرح الرسالة التبوكية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وشرحنا لهذه الرسالة من كتاب تقريب الرسالة التبوكية. هذا الكتاب الذي يسعى إلى بيان المعاني الكبيرة والمقاصد العظيمة لهذه الرسالة المباركة، الرسالة التبوكية. ذكرنا أيها الإخوة الكرام وأيها المشاهدون الفضلاء أن الرسالة التبوكية ليست مجرد رسالة كتبها ابن القيم وهو في تبوك وأرسلها وسيرها إلى أحد أصدقائه وأحبابه في دمشق. ليس هذا فحسب، بل إنها رسالة إصلاحية اشتملت على خبرات وتجارب هذا الإمام الكبير في إصلاح النفس المسلمة، في هداية الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وما إلى ذلك من المعاني العظيمة. انتهينا إلى معنى كبير وأصل كبير من أصول المعاني التي اشتملت عليها الرسالة التبوكية، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير الذي نصح به ابن القيم إخوانه في دمشق هو أصل من أصول دعوة الرسل. أي رسول بعثه الله عز وجل وأرسله في الأرض، من أول آدم نبي الله آدم إلى آخر الأنبياء والرسل نبينا محمد، أي نبي وأي رسول جاء بهذا الأصل، وهو اتباع الأنبياء واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما ذكر ابن القيم هذا الأصل، أخذ يذكر الأدلة والحجة والبرهان على هذا الأمر، أن متبوع العالم وقائد العالم والذي يجب على كل العالم كله أن يسير خلفه وأن يتبعه هو النبي عليه الصلاة والسلام. العالم كم قارة؟ 6 قارات: أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وجنوبية، آسيا، استراليا، إلى آخر ذلك. يجب على كل الأرض، الإنس فقط لا، بل الإنس والجن، يجب عليهم أن يتبعوا رجلا واحدا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان عندما يدخل قبره يسأل: من نبيك؟ تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل بين يدي الله عز وجل تسأل: هل استجبت لنبيك أم لا؟ فمسألة كبيرة فعلا، مسألة فيها جنة ونار، مسألة فيها فلاح وخسران، فهذه مسألة عظيمة جدا. تعالوا بنا ننظر إلى الأدلة التي ذكرها ابن القيم. أشرنا قبل ذلك أن ابن القيم رحمه الله ذكر 10 أدلة، تدارسنا منها 3 أدلة، انتهينا إلى الدليل الرابع والآية الرابعة، وهي قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هذا نفي، لا يحق ولا يجوز لكل إنسان أو لأي إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كان هناك قضاء لله أو للرسول في أي مسألة من المسائل، لا يحل له أن يختار لنفسه مع قضاء الله، ولا يحل له أن يؤمل عقله مع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب على العقول ويجب على النفوس ويجب على الرجال والنساء أن يسلموا لله ورسوله، لأن الرسول ما جاء إلا بكل خير وما نهى الأمة إلا عن كل شر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ابن القيم: فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة، كل من صيغ العموم، يعني في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري. الحكم الطلبي اللي هو الأمر أو النهي، يعني إذا ثبت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أي حكم، سواء في باب الطلب اللي هي الأوامر يعني والنواهي. أقيموا الصلاة، ده حكم طلبي، طلب الله منك أن تقيم الصلاة. ذروا ما بقي من الربا، ده نهي طلبي، طلب الله عز وجل منا أن ننتهي عن تعامل بالربا. أمر الله عز وجل بالحجاب،
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج والسفور. صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، إلى آخر كل الأحكام الطلبية والأوامر والنواهي. فالمسلم يستجيب لربه، ينتظر أن يأتيه الأمر من ربه فيقيم أمر الله عز وجل، وينتظر أن يأتيه النهي من ربه ومن رسوله فيجتنب النهي. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأنا عبد أسلم لله تبارك وتعالى في كل أمره وفي كل نهيه. قال: من حكم طلبي أو خبري. المقصود بالمسائل الخبرية وهي مسائل الاعتقاد، يعني عقيدتي أخبرني الله عز وجل وأخبرني الرسول وأخبرني القرآن وأخبرني الوحي عن قصة آدم، فأمتثل وأصدق هذه القصة العظيمة وأعلم أنها قصة حقيقية ليست من وحي الخيال. مش واحد قاعد كده بيعمل قصص سوبرمان ولا قصص رجل المستحيل وألف قصة من دماغه، لا، قصص القرآن قصص حقيقي حدث بالفعل، والله عز وجل أخبرنا عن هذا التاريخ، قصص الأنبياء، تاريخ البشرية. فأنا أمتثل حكم الله تبارك وتعالى وأصدق بأخبار القرآن وقصص القرآن، قصة أصحاب الكهف، قصص الأنبياء عموما. ثم الأحكام الاعتقادية، أخبرني الله عز وجل عن الجنة، عن النار، عن عذاب القبر. أنا كمسلم أصدق وأسلم لهذا الأمر، يعني يظهر مشاهدة آثار هذا الاعتقاد في معاملاتي ونحو ذلك. فالغرض المقصود ابن القيم يقول: فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. يعني قاعدة، نصيحة: تريد السعادة لا تقدم على كلام الله وكلام رسوله أي كلام. تريد السعادة لا يوجد أمامك في الاتباع إلا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لن يقودك إلى السعادة غير الله ورسوله إطلاقا. من يبحث عن السعادة في أي مكان بعيد عن الله ورسوله فلن يجد السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ريح نفسك حقيقة. عايز السعادة في كلام أرسطو، في كلام أفلاطون، في كلام ديكارت، ريح نفسك. مش السعادة وراء هؤلاء، السعادة وراء الله ورسوله. ولو أن أي كلام من كلام هؤلاء وافق ما عند الله ورسوله فيكفينا ما عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كلام الناس في الأرض. يا إخواني، السعادة خلف الأنبياء، السعادة خلف الرسل، ليس خلف فلان أو فلتان. وقد حكى الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رحمه الله. هذا الإجماع نقله الإمام الشافعي في غير ما موضع، ونقله عنه كثير من أهل العلم في غير ما موضع. أجمعت الأمة أن الإنسان المسلم إذا علم حكم الله واستبان له حكم الله أو حكم النبي عليه الصلاة والسلام السنة، لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يعني دي مسألة مهمة جدا. لذلك كلام العلماء يستدل له لا يستدل به، وإنما الدليل في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فإن الحجة الواجب اتباعها، يعني ننظر هذا في كل مجالات الاتباع. يعني إذا ظهرت السنة واستبانت السنة في السياسة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور السياسة. إذا استبانت السنة في أحكام الاقتصاد نتبع سنة النبي في أحكام الاقتصاد. إذا استبانت السنة في الأحكام الاجتماعية نتبع السنة. إذا استبانت السنة في المعاملات والبيوع نتبع السنة. إذا استبانت السنة في باب الأفراح والأحزان نتبع السنة. إذا استبانت السنة في يعني
السنة استبانت يعني بلغتنا، يعني علمناها، فيجب علينا أن نتعلم السنة وأن نلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، هذه المسألة خطيرة أيها المشاهدون الكرام. مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليست مسألة اختيارية، مسألة أتبع أو لا أتبع، لا، المسألة سينبني عليها محاسبة وينبني عليها ثواب وعقاب يوم القيامة، وهذه أمانة حقيقة يعني. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن أنت جئت إلى الدنيا لتتحمل أمانة. السؤال: ما هي الأمانة؟ أحزن ويحزن كل مسلم عندما يجد أهل الإسلام ربما يولدون في الإسلام ويعيشون في الإسلام ويموتون في الإسلام وما تعلموا هذه الآية وما عرفوا ما هي الأمانة التي هي على أكتافهم ويجب عليهم أن يتبعوها. الأمانة هو الكلام اللي بنذكره ده. الأمانة هي التكاليف الشرعية، أوامر الله وأوامر النبي. أوامر الله في باب السياسة، أوامر الله ورسوله، أوامر الله ورسوله في باب الاقتصاد، في باب الاجتماع، في باب التعليم، في باب الزراعة، في باب الصناعة، في باب العلاقات الزوجية، في أحكام العبادات، في أحكام الجنايات، في أحكام القضاء، في أحكام المحاكم، في أحكام النزاعات. دي الأمانة، أن تطيع الله ورسوله. التكاليف الشرعية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والعلماء لهم أقوال كثيرة، إما مجملة وإما تفصيلية في تفسير الأمانة. أذكر لكم 5 أقوال فقط. يعني هناك من العلماء من فسر الأمانة بتفسير مجمل، قال الأمانة طاعة الله وطاعة الرسول، ده تفسير مجمل. قال الأمانة التكاليف الشرعية، قالوا الأمانة ما أمر الله به ورسوله. هناك من فسر الأمانة تفسيرا مفردا أو تفسيرا مفصلا، فقال الأمانة الصلاة هي الأمانة، الزكاة هي الأمانة، الحج هو الأمانة. وهناك من قال الفرج هو الأمانة، يعني المرأة مؤتمنة على فرجها، لذلك المرأة الزانية خائنة. أخون وأشد امرأة خيانة في الأرض المرأة الزانية، خانت أبوها وخانت أخوها وخانت ربها وخانت رسولها وخانت كتابها المصحف اللي أمرها بالعفة، وخانت ابنها، وخانت، يعني كسرت كل دول. كسرت أبوها بالفاحشة وألحقت به العار، كسرت أخوها وألحقت به العار، كسرت ابنها وألحقت به العار. المرأة الزانية أعظم خائنة في الأرض، لأن الفرج أمان. وكذلك الرجل الزاني أخون الناس في الأرض، لأنه خان هذه الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل عليها. لذلك الجوارح أمانة، عين الإنسان أمانة، أذن الإنسان أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالجوارح، اوعى تفكر الجوارح التي أنت تستخدمها، تستخدم العين للرؤية، تستخدم الأذن للسمع، اوعى تفكر إنه براحتك يعني وتعيش في الدنيا كده إنك تسمع أغاني وتقول حلال ولا حرام بهواك. لا، دي أمانة أنت لم تأتي بها من عند نفسك، الله هو الذي رزقك إياها، وأعطاك الله السمع وخلق غيرك أصم، وأعطاك الله العين وخلق غيرك أعمى. لماذا إذن هذه الحواس؟ الجوارح أمان. يعني أحد التفسيرات إنا عرضنا الأمانة، وفي النهاية الآية وحملها الإنسان، الجوارح أمانة. لذلك ينبغي أن نطيع الله بجوارحنا. فدي مسألة يا إخواني هنتحاسب عليها. عشان لأجل ذلك قال: فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، نواهي النبي عليه الصلاة والسلام، الأمانة، الذي لا ينطق عن الهوى. وأما أقوال غيره فغايته أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، يعني فضلا أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. يبقى السنة أمانة، عمرك أمانة، وقتك أمانة. لا تضيع وقتك في سماع السفاهات وفي سماع الماتشات وفي سماع الترهات ونحو ذلك. ما بنتكلمش الآن في حكم الماتشات حلال ولا حرام، ليس هذا موطن الحكم. أنا بأنصحك نصيحة من أخي لأخيه،
أيها المسلم الدقيقة في حياتك تساوي نخلة في الجنة، بل تساوي أعظم من ذلك. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، التي نخلة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الطاعة تجعل الدقيقة في حياتك أغلى من الدنيا وما فيها، والمعصية تجعل حياتك كلها صفر. الذي لا ينفعك بين يدي الله غدا يساوي صفر. لو إن إنسان حياته كلها بعيدة عن الله، حياته كلها لا تساوي شيء، هباء منثورا. لذلك يا إخواني لابد أن ننتبه لهذا لابد أن ننتبه أن حياتنا لها قيمة. الآية الخامسة قال الله تعالى: قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه آية عظيمة جدا في سورة النور، الآية رقم 54 في سورة النور. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ابن القيم يشرح الآية دي فيقول ليه: فأخبر سبحانه على أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرها. تريد الهداية، هداية عقلك، هداية قلبك، هداية نفسك خلف الرسول. تريد هداية قراراتك، تاخد قرار صح في حياتك، تتجوز صح، تشتغل صح. تريد هداية في الأصدقاء، تاخد قرار أنك تصاحب فلان وفلان ده يكون إنسان كويس وتجني من ورائه خير الدنيا والآخرة خلف الرسول. يا إخوان لا قرار صائب إلا خلف الرسول. قرار سياسي، قرار اقتصادي، قرار مالي، قرار اجتماعي، قرار في الدنيا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه. ماشي الحال؟ إن شرط تطيعوه تهتدوا. فالهداية لا تتحقق إلا بطاعة الرسول. تريد الهداية؟ الهداية دي مخلوق عظيم جدا يخلقه الله عز وجل في حياة عباده. لم يخلق الله عز وجل الهداية في قلب أحد بعيدا عن رسول الله، فاجعل الله عز وجل أن يهديك بأن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إعادة الفعل في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله. دي مسألة مهمة جدا. تسليط الأمر هنا له فائدة، أن طاعة الرسول مستقلة. يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة ومستقلة، وإن لم يأتي الأمر في القرآن الكريم بهذا على نحو التفصيل في أمر ما. بمعنى يعني الرسول حرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير. الرسول حرم هذا الأمر. طيب لم يأتي تحريم هذا في القرآن. طالما أن الرسول حرم في السنة نجتنب التحريم حتى ولو لم يأتي النهي في القرآن الكريم. في قوله عليه الصلاة والسلام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول هذا يدل على أنه يجب على أهل الإسلام أن يطيعوا الرسول طاعة مستقلة حتى ولو لم يأتي هذا الأمر في القرآن الكريم. ماشي الحال؟ أو قال سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل الفعل للمخاطبين. هذه مسألة مهمة جدا وتحذير لأهل الإسلام. الرسول ليه مهمة وليه رسالة، أن يبلغك الوحي. ممتاز، الرسول بلغ الوحي. نحن كبني آدم موقفنا من الوحي إما أن نتبع نأخذه ونقبله ونعمل به، وإما أن نعرض عنه. من قبل الوحي السنة والقرآن الكريم وعمل به نجا وفلح وسعد. طب من أعرض، الرسول ملوش ذنب بقى، لأن الرسول حمل البلاغ، حمل الرسالة، حمل أن يوصل لك الحق. طب الحق وصل لك، أنت أعرضت، الرسول ملوش ذنب، أنت اللي تشيل ذنبك. ماشي الحال؟ قال وفي قوله تعالى فإن تولوا
ده القسم الثاني بقى اللي أعرض. فإنما عليه ما حمل، يعني الرسول حمل البلاغ، وظيفته رسالته عليه السلام مهمته أن يبلغ. قال والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، حمل النبي أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم. إذن ما وظيفة الرسول؟ البلاغ. ما وظيفتي ووظيفتك؟ الاتباع. يبقى الرسول له وظيفة، لمهمة، لرسالة، لأمانة بيؤديها، أمانته البلاغ. طب أنت أمانتك إيه؟ تتبع النبي. طيب لو ما اتبعتش النبي أدى ما عليه ولا شيء عليه، الشيء عليك أنت بقى المعرض الذي أعرضت عن أي حكم من أحكام الله ورسوله، تقع في مشكلة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الرسول أمر بأن يبلغك الذكر اللي هو المصحف القرآن، وبلغك القرآن، والقرآن بلغ وموجود في أيدينا آية آية. طيب بعض الناس يقول لك لا القوانين الوضعية، بعض الناس يقول لك لا الأعراف، بعض الناس يقول لك لا التقاليد، بعض الناس يقول لك لا كلام الناس، بعض الناس يقول لك لا مش هنتبع المصحف كذا وكذا. اللقلقة دي بقى أنت حر، القرآن في إيدك آية آية. كونك أنك تعرض عن القرآن لا، ده عيشة ضنك في الدنيا وعيشة ضنك في القبر وأعمى في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. موضوع خطير يا جماعة، لا سعادة إلا خلف رسول الله. ليه نحط لنفسنا خطة العيشة الضنك؟ لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك للأفراد، الضنك للأسر، الضنك للمجتمعات، الضنك للدول، الضنك للعالم. إيه سبب الضنك اللي الناس فيه؟ هو هجر الرسول وهجر سنة الرسول وهجر الذكر القرآن الكريم. لذلك قال والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم أنتم يا بني آدم طاعته والانقياد له، الانقياد للنبي والتسليم، كما ذكره البخاري في صحيحه عن الزهري: من الله البيان وعلى الرسول البلاغ. حمل البلاغ، وصفة الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، يبقى وظيفتنا التسليم والقبول. فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبليغكم، وإنما حمل أداء الرسالة إليكم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس عليه على النبي هداهم وتوفيقهم. دي مسألة غاية في الأهمية. الهداية هدايتان: هداية التوفيق وهداية البيان. الرسول مطلوب منه وظيفته هداية البيان والإرشاد، وإنما هداية التوفيق بيد الله عز وجل. لذلك وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية خلف رسول الله. عايز الهداية لنفسك، لأسرتك، لزوجتك، عايز الهداية لأولادك، هداية لمجتمعك، خلف الرسول، لا تعرض عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم يرزقنا إياكم الهداية في الدنيا والآخرة. هذا والحمد لله رب العالمين.